لتدعيم هذه الحقوق. تعالوا معنا هذه الفقرة، هذا التقرير عن حقوق المرأة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حقوق المرأة. حقوق المرأة مهمة جدا، لأن في كتير من بعض البلدان أو بعض من الرجال لا يعطي المرأة حقها، وهي حقها مكفول من بداية الدعوة الإسلامية. عشان أعرف إيه هو حق المرأة هتكلم ببساطة شديدة جدا إن المرأة في روما زمان خالص كانت تابعة للرجل وليس لها أي حقوق، بل الأكثر من ذلك أنهم كانوا بيبحثوا هل روح المرأة كروح الرجل ولا أن روحها هي من روح الحيوانات. هذه كانت وضع المرأة في روما. أما إذا نظرنا إلى وضع المرأة في الهند وما زال إلى يومنا هذا روح المرأة متعلقة بروح الرجل. أي ست إذا هندية، يعني بعض من الهنود وليس كلهم لاختلاف الديانات اللي موجودة في الهند، إذا زوجها توفى فهي لا يحق لها أن تعيش ولا بد أن تحرق معها، كأن روحها معلقة بروح الرجل وهي تابعة له سواء في الحياة أو في الممات. كمان في شبه الجزيرة العربية كان وضع المرأة متدني، وليست كل القبائل اللي كانت يعني وضع المرأة فيها متدني، كان في بعض القبائل اللي بتهتم بوضع المرأة، لكن في كثير من القبائل في شبه الجزيرة العربية لم تكن تهتم بالمرأة، بل إذا بشر أحدهم بأن هو جاب أنثى كان يأخذ هذه الأنثى ويؤيدها حية. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ألا مش ده حق من حقوق المرأة إنها لها حق العيش؟ فبالتالي اهتموا في الغرب كتير جدا بوضع المرأة، وإن هم يضعوا مجموعة من المواد لصيانة حقوق المرأة. ويكفي في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن. فالمرأة الإسلام ساوى ما بين الرجل والمرأة ولم يفرق بينهما إلا في ما يخص طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، فلكل منهما له حقوق وعليه واجبات. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.